طيب الكلام بقى عن انتقال بعض اللعيبه من نادي مودرن فيوتشر للنادي الاهلي وعمر وانت يعني عموما ما اعتقدش ان نادي مودرن فيوتشر لو في طلبات على لعيبه اعتقد انه بيلبيها بالمفاوضات. هل في مفاوضات بالفعل مع عاطف ومع عمر كمال عبد الواحد ومع الناس دي زي ما احنا بنسمع يا دكتور؟ والله يا كابتن مجدي السمع بقى كتير قوي، انت خلي بالك من النقطه دي. يعني احنا دلوقتي كل يوم بنصحى، انا النهارده اول مره اسمع حكايه احمد عاطف النهارده. بسمع عن عمر كمال بقالي فتره. ما اعرفش، يعني احتمال يكون انا هحترف في الفتره الجايه انا كمان ويودوني يعني فريق. حضرتك بتسمع زينا لكن ما فيش يعني الحمد لله كل يوم في حكاوي. وانا شفت حد مثلا بيؤكد خلاص عمر كمال في الاهلي، انتقل للاهلي خلاص، صحيح. وحد تاني قال اصل، يعني انا للاسف في برنامج اخر سمعته هو بيقول اصل فعلا النهارده مودرن فيوتشر محتاج الفلوس. مش الحقيقه يعني حاجه تضحك. والله يعني معلومات لو هم قاعدين معايا في المكتب كانوا هيبقوا عندهم معلومات غير كده الحقيقه. فحاجه بقت مضحكه جدا يا كابتن مجدي الحقيقه. وانا بقول ان يعني ايه، لازم يعني نتاكد من مصادرنا. مظبوط. وبلاش الشغل ده، لان الشغل ده الترند جنن العالم يا دكتور. موضوع الترند وموضوع كمان خلي بالك هو في بيبقى ضغوط من الناحيه دي وضغوط من الناحيه دي. يعني انت النهارده اكيد عشان انا اودي لعيب في فريق تاني او استغنى عن لعيب، ده لازم يكون في مصلحه فرقتي انا الاول، صح، مصلحه اللعيب نمره 2، ومصلحه النادي الاخر لو انا ليا مصالح معاه. الله ينور عليك، فقط لا غير. وبالتالي ردا على كلام حضرتك ان احنا لا يوجد اي نوع من اي كلام جدي، وشوف كلمه جدي دي انا طبعا واضح خطوط. يعني لا يوجد شيء رسمي تقدر تمسكه في ايدك لاي مفاوضات تخص عمر كمال بالنسبه لي، لان الملف ده معايا انا بالذات يا كابتن. تمام. وطبعا ملف احمد عاطف ده كلام طبعا، يعني اللي يقول لك كده يعني تخيلات فقط لا غير يعني. فحاجه هي عمليه بقت صعبه جدا الحقيقه. وموضوع النهارده احنا محتاجين نغير الفكر شويه يا كابتن مجدي، صح، في طريقه انتقالات اللعيبه وطريقه الاحترام بين الانديه وبعضها، وطريقه انت عارف يعني احنا اسوأ شيء عندنا في مصر هم وكلاء اللاعبين. الله ينور عليك. اللاعبين دول وهم مش حقيقيين يا دكتور كمان، ده مش حقيقيين. يا ريتهم ان هم وكلاء مظبوطين. ده تلاقي الوكيل جاي من وكيل جايب له ايوه حاجه كده غير مفهومه. احنا عاوزين شويه لوائح وقوانين. وانا يعني انا بخاطب من برنامج حضرتك الرابطه انها لازم تحط قواعد لهذا الكلام، ولازم يبقى فيه اصول للشراء واصول للبيع واصول للعروض، ومفيش حاجه اسمها نادي يروح يكلم لاعب ولا الكلام الفارغ ده. لازم بقى عشان الكره المصريه تنهض لازم يكون في تغيير في القواعد والنظام بتاع الكره المصريه. الله ينور على حضرتك. المفروض ما نديش الانديه، ما تديش الفرصه للاسف الشديد، وانديه كبيره بتتعامل مع ناس غير قانونيين. الكلام ده يا فندم بيتم عمل ندوات عنه بره في اوروبا عن الفيك ايجنت. يعني قصه الناس مهتميه بيها اهتمام غير عادي، واما يجوا بقى يتكلموا عن السلبيات اللي موجوده يقول لك لا ده ما بيحصلش ايه؟ ده اللعيب بيخش معاه ابن خالته وابن عمته وواحد صاحبه في الشارع ويقول لك دول الوكلاء بتوعي. طب انت يا ابني مقيد في الاتحاد الدولي؟ انت مقيد في الاتحاد المصري؟ يقول لك لا. طب عايز ايه؟ يقول لك عايز نسبتي. طب تاخد نسبه بناء على ايه وانت اصلا هحطها انا عندي في دفاتري ايه؟ مش فاهم والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هنا وليد دعبس كل اللي بيعمله ان عايز يحقق اكبر مكاسب ممكنه من ورا النادي الاهلي. عشان كده بيقول لك مفاوضات النادي الاهلي معانا ما هياش جديه. لعيب فاضله 6 شهور مع نادي فيوتشر، عايزين ياخدوا قدامه 3 لعيبه من النادي الاهلي وكمان مبلغ مالي. يا بلاش والله، صفقه ببلاش تقريبا. انا نفسي مستغرب على طريقه المفاوضات اللي بتدار بيها الانديه مع النادي الاهلي. ازاي لعيب فاضله 6 شهور في عقده عايزين قصاده 3 لعيبه اعاره لمده 2 سنين؟
دي نقطة تغيظ وتشل بصراحة. وإن إزاي إن إدارة النادي الأهلي تتفاوض على كلام زي ده. إحنا قلنا الكلام دوت لا هو عملي ولا هو اقتصادي. إزاي تضحي ب3 لعيبة ممكن تبيعهم بمبالغ لفرق تانية أو تطلعهم إعارات بمبالغ مقابل لعيب فاضل له 6 شهور. لا أنا رأيي اصبروا ال6 شهور دول على عمر كمال عبد الواحد ويجي معانا من بداية الموسم الجاي. لكن ما تضحيش ب3 لعيبة وعليهم كمان مبلغ مالي. وكمان إيه إعارة لمدة موسمين، يعني حاجة إيه، حاجة صعبة، مش موسم واحد حتى، لأ موسمين. يمكن لو موسم واحد يبقى كان في كلام، لو 2 لعيبة مع مبلغ مالي بسيط، على أساس إن موسم واحد اللعيبة دي اللي ما بتلعبش في النادي الأهلي تلعب وتاخد حساسية المباراة، فيرجع بمردود كويس على النادي الأهلي بعدين. لكن بالطريقة ديّة إجحاف وظلم للنادي الأهلي، وإحنا ما نحبش إدارة التعاقدات في النادي الأهلي تبقى ضعيفة أو مش قادرة تتفاوض بصورة صحيحة على اللعيبة اللي هي عايزاها. وللأسف كل الأندية اللي بتبيع لعيبتها خاصة لما تسمع إن النادي الأهلي في الصفقة بتشد في العريض جامد، زي ما يكون الأهلي منجم دهب ولازم كله يستغل النادي الأهلي ويركب. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. بدنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.